أكثر من نص وقت المحكمة، مع هاي هم تعاتب أنه ما نعطيك مجال هذا شيء. حقك. حقك بس بحدود، حقك بحدود. احنا ننطي فرصة للكل، ننطي إلك ولغيرك ولغيرك، لوكلاء الدفاع، للمدعي العام وللغير، بس بحدود. انت ما توزع خيرات، هاي محكمة ومحكمة لها قانون. شنو هالتعابير منك؟ انت ما تكوف على هالمصطلحات وهالتعابير. ما تكوف. انت ما تعطيني كرامية. ما استريح ضمن نسويها. استريح بالشاكوش مالك. ما تكوف من هالتعابير. ما يصير. استريح يا سيدي القاضي، ما يصير هذا الاسلوب، ما يصير. ابو محمد ما يجوز. نعم ابو محمد بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو بسبب الخلفيات المعروفة هذه، يعني صار الرجل المعروض أمامكم برزان عندما يتكلم يخلق جو مثل اللي شفناه، وهذا ليس في لا مصلحة المحكمة ولا مصلحة الناس الذين يسمون بالمتهمين، ولا من مصلحة الحقيقة والتاريخ. فصدر القاضي ينبغي أن يكون أوسع من صدر من يسمى بالمتهم، لأن بالنتيجة النهائية القاضي هو الذي ينطق بالحكم، هو ومن معه. أما المتهم فواجبه يدافع عن نفسه، وهذا الدفاع القاضي رجل ذا خبرة، إن كان في العمر وإن كان في الحياة وإن كان في المعرفة القانونية، يفترض به وأظن هكذا يستفيد من ملاحظات المتهم ليعرف الحقيقة، مثل ما يستفيد من ملاحظات الادعاء ليعرف الحقيقة، أو يستخدم شهود ليعرف الحقيقة. وما أظن هذه الشحناء التي تحصل أحيانا فيها مصلحة لأحد. الجانب الآخر نعود لنقول إنه الادعاء يضع استنتاجاته مع كل وثيقة يقوله، وهذه في قياس القضاء، وأنت رجل قانون والحولك رجال قانون. في قياسات القضاء لا، هذه تسمى حتى الإيحاء ممنوع، فكيف بالاستنتاجات المسبقة من رجل قانون ويمثل الادعاء؟ على سبيل المثال، يعني لآخر صورة قرأت نسختين بتوقيع، قال بأنهما بتوقيع الأخ عبد الله وابنه، بغض النظر هل هي مزورة حقيقية كيف ما تكون إلى آخره. فإذا خلاصة كل هذا هو عبارة عن إخبار، مثل أي شرطي يخبر مركز الشرطة في أي شيء، أو أي مواطن عام مكلف ضمن القانون عندما تقع جريمة ويعرف يرى ويسمع، وانت ايضا رجل قانون، ان يقول ماذا رأى وماذا سمع، وهذا لا يشكل إدانة عليه، بل لا يشكل ما يوجب ان يعتقل 3 سنوات، لأنه أخبر على ناس وفق تقديره قد يفيد التحقيق الذي يجري. ماذا قال الادعاء؟ قال إن هذين التقريرين سبب إعدام التالي أسماء، وكأنه في هذا
ألغى كل درجات الصلة بين المحكمة، بين التحقيق، المحكمة، ثم القرار. وإنما هاي هي محكمة الثورة جاءت لتعتمد على تقرير نسب إلى عبد الله أو إلى مزهر، وقررت إعدام التالية أسمائهم. هذا حضرة القاضي أنت قد لا تأخذ بي، أو أي قاضي لا يأخذ بي. حسب فهمي أنا ما لا أتحدث عن نفسي، أنا أتحدث يعني عنكم كعراقيين في مسيرة، لأنه أمام العالم لما تظهر المسيرة وهي مسيرتكم، أنتم دفعتوا الدماء عنها. اللي انتصر عام 88 ليس صدام حسين، شعب العراق، عرب وكرد وديانات وقوميات ومذاهب كلها انتصرت. فإذا ومثلها مسيرة الاقتصاد والبناء اللي واحد منه هالبناء الشامخ اللي حضرتكم قاعدين فيه. أريد حتى ما أطيل عليكم. اي والله لأن تسجيل جاهز. نعم، انطيني مجال عاد. يعني أنا رئيسكم 35 سنة يعني وما زلت طبق الدستور، ما أريد نناقش هذه. ما يعني إنه تختصر هذه كلها بالقول إنه حكم على ذول الناس لأنه كتب عبد الله أو نسب إلى عبد الله أو مزهر كتبوا تقارير. شنو هذا؟ حكم قرقوش. المحكمة راح تقدر هذا بالأخير بالنهاية. نعم أنا عارف. أنا قلت إنه المحكمة قد لا تأخذ فيه هذا، أو تأخذ فيه كلام صدام حسين أو كلام برزان في الدفاع عن نفسه، وإنما لها قناعاتها. ولكن الآن يجري حديثنا أمام الرأي العام، والرأي العام مصاب بجروح، وأنتم تعرفون، أنتم عراقيون وأنتم في بغداد وأنتم تعيشون تعرفون الأحداث. وكأن هذا إلقاء زيت لإحراق العراق بصورة أو بأخرى أو ما هو أمثاله، بينما المصلحة تقتضي أن الشعب يكون واحد، يد واحدة، ديانات، قوميات، مبادئ، مذاهب، اجتهادات، إن شاء الله تكون يد واحدة، يد واحدة فقط على الغزو، وما عدا ذلك اجتهادات يمكن تتناقض، يمكن تتفق، يمكن تختلف. تمام. فهذه هي ملاحظات. تمام. شكرا. التسجيل الصوتي جاهز. نعم جاهز. هذا عرض التسجيل.